الطبيعه القبليه الموجوده في معظم المناطق هي ثقافه محترمه، ثقافه تحترمها. يعني بعدين انت في حمايه القبيله ما حدش هيقدر يمسك ولا يقول لك. لا، وفيها كمان عيب خطير ان انت لما تبقى يعني قبطي مصري بتتعرف على طول. انت ممكن تتوه في مدينه، لو انت في الجزائر مثلا تتوه في الكنائس مدينه الموجوده في ليبيا اللي اتعملت في بعض المناطق في ليبيا هي خدمه المصريين، كانه عليك علامه. كانه عليك علامه. فالحقيقه ما تبقى من وقت نتكلم فيه عن الحراك. واتفضل يا استاذ ياسين. اتفضل يا استاذ رمزي. اتفضل. اولا فيما يخص موضوع الحراك هو مبادره حقيقيه تلبي الاحتياجات للشعب الليبي. نحن تدارسنا كثيرا الوضع الليبي. الليبيين صير عندهم نوع من اللغط في المصطلحات وحساسيات. بعض الناس لا شك أن لديهم تحفظ على شكل 17 فبراير، وكان تحدث الأخ علاء على الموضوع التدخل الخارجي والناتو وغيره وغيره، وممارسات سيئة لمصطلح انتهاكات حقيقية. لذلك حاولنا قدر الإمكان. شهر أكتوبر شهر عزيز على قلوب الليبيين وعزيز على الأمة العربية، يرتبط دائما بالانتصارات. نعم. انتصار 73 الآن الانتصار اللي هو بداية تحرير ليبيا، عملية 15 أكتوبر في بنغازي. لا شك أن الكثير من الشباب سبقونا في بنغازي بالتحديد. الأخ رمزي أيضا من الشباب اللي قام بعمل كبير جدا جدا، ونحن جزء من أفكارنا ناقشناها وتحاورنا معه. الآن الحراك شكلنا مجموعة لجان. نحن نشتغل على كافة الجغرافيا الليبية، نشتغل على الخارج بالكامل. لكم حضور في طرابلس؟ لنا حضور، لكن نحن نتحفظ على ذكر الأسماء للدواعي الأمنية. للأمانة يعني. ولدينا الآن ويب سايت، لدينا الآن صفحة على الفيسبوك، فروع في أوروبا، فروع ممثلين مقيمين في أوروبا. لدينا مجموعة دعوات لزيارات في القاهرة أيضا ليس بعد؟ لا، أنا الآن زيارة القاهرة اللي يفتح المكتب الرئيسي حيكون في القاهرة. طيب بين قوسين كده يا أستاذ ياسين، موقف المخابرات المصرية إيه من الحكاية دي؟ شوف، فيما يخص الدولة بالطبع تناقشت معهم يعني. شوف، الدولة المصرية تقدم الآن الدعم الأكثر أهمية للوضع الليبي. يعني رحبوا بوجودكم في القاهرة. يعني لا تمانع أي قوة وطنية في ليبيا أن هي تعمل على الأمن والاستقرار وإعادة الوحدة والمصالحة والحوار بين الليبيين من التواجد في مصر والعمل بشكل مريح بالكامل مع كل الليبيين دون استثناء. نحن الآن نسعى. العملية السياسية مشوهة من 2011 إلى الآن. المجلس الانتقالي لم يكن في المستوى المطلوب. معايير اختيار أعضاء المجلس الانتقالي لم تكن معروفة. 7 أشخاص أو 6 أشخاص من مدينة في دولة أوروبية موجودين في مجلس. كيف جو؟ من اختارهم؟ شنو المعيار؟ غير معروف. العملية السياسية في 2012 شارك فيها 1,700,000 عدد الناخبين. 2014 وصل عدد الناخبين للجنة ال60 620,000. البرلمان 420,000. 4%. يعني هذا رقم مقاطعة أكثر من 1.5 مليون للعملية السياسية نهائيا. نعم. هذا كله جعل جزء كبير من الناس سلبي في الحالة الليبية. فلذلك الحراك هو محاولة حقيقية لاستنهاض واستعادة اللياقة لكل أبناء الشعب الليبي في مسمى جديد، في إطار جديد سينظم هذه العملية، سيجعل من الليبيين يتكاتفون ويتوحدون حول ليبيا دون تمييز، دون إقصاء، دون التهميش، مع حقوق مواطنة متكاملة لكل الليبيين. لكن طبعا هذا كلام جميل يا أستاذ ياسين، لكن أنتم لكم موقف سياسي. موقفكم السياسي واضح جدا. أنتم مع الحكومة الشرعية. أكيد. أنتم مع حركة الحركة التي يقودها معركة الكرامة التي يقودها. صحيح. لأنها هذه ليست أفكار، هذه مسلمات وثوابت. دعني بس أسأل، كيف تتوقعون أن هؤلاء الذين يختلفون معكم سياسيا ولا يعترفون بشرعية هذه الحكومة ولا بشرعية اللواء خليفة حفتر أن ينضموا إلى الحراك؟ أظن هذا مستبعدا يعني. شوف أخي العزيز، لا يوجد في ليبيا، نحن نعرف ليبيا جيدا، نعرف ليبيا، هل 6 مليون أو 5 مليون، اسمك في ليبيا، اسمك فقط، لقبك، نستطيع أن نقول لك أنت من أي منطقة. يعني أنا لو قلت زوي مباشرة، إما من جدابي إما من الكفر. أستاذ رمزي يعرف عنك كل حاجة. كل مستحيل. الألقاب عندنا والأسماء كل شيء نحن لا نحتاج حتى إلى أجهزة معلومات، لأن كل شيء عندنا واضح. من هم الآن لديهم تحفظات هم مجموعات بسيطة جدا لا تتجاوز بين 5 و10%، وهذه المجموعات الجزء الأكبر منها تحت تهديد السلاح، تحت الخوف،
مدينة مصراتة مدينة عزيزة على قلوبنا، مدينة مختطفة. الكثير من القيادات الوطنية في مصراتة نتواصل معهم، البعض منهم خرج الآن من مصراتة نتيجة للتهديدات الشخصية. هناك تدخل خارجي حقيقي. أنا أذكر 3 دول، إحدى تحفظ عليه اسمها احتراما لمقام خادم الحرمين الشريفين، وهذه المبادرة المطروحة منه، ونحن كقوة وطنية ليبية ملتزمين بهذه المبادرة ومستعدين للبحث جديا في المستقبل مع من اختلفنا معه. تركيا والسودان. السودان تحديدا الدولة اللي اغفلتها وبعدين جبت سيرة خادم الحرمين، الناس هتفتكرها السعودية يا اخي. لا هي قطر. هي مش السعودية. قطر. السودان أسوأ دور الآن هو دور السوداني في الوضع الليبي. أفشلوا وساهموا في تعطيل منظومة دول الجوار التي بدأتها مصر والجزائر، وشكلت لجنة سياسية ولجنة أمنية للمتابعة. عرقلوا كل الاجتماعات في دول الجوار. السودان من يقوم بالتسليح ونقل الأسلحة والمعدات وتهريب المقاتلين عبر البحر الأحمر وغيره وعن طريق الحدود البرية. حضرتك تعني السودان الحكومة، حكومة المؤتمر الوطني، ليس الشعب السوداني الشقيق والصديق والأخوة. طائرة سودانية في الكفرة وقبضوا عليها وتم القبض عليها من الوطنيين، الشباب الوطنيين في مدينة الكفرة، ودجج بالسلاح. السودان هو من قام وتحدث رئيس الأركان في حوار في شهر أكتوبر مع صحيفة الشرق الأوسط أن هناك فنيين سودانيين يقومون بتجهيز بعض الطائرات التدريبية في كلية جوية في مصراتة، وأيضا طائرات للمشروع الزراعي. وهذه الطائرات تم التركيب عليها بعض الصواريخ واستخدمت في تفجير ميناء السدرة قبل أيام. يا إلهي. السودان لديه موقف سلبي جدا، والسودان للأمانة نحن توقعنا منذ دعوة البشير الفريق أو الرئيس عمر حسن البشير في شهر يناير 2014 للحوار الوطني، توقعنا أن السودان ينطلق إلى مرحلة جديدة يستوعب كل المكونات الأساسية، سواء في النيل الأزرق، سواء في كردفان، أو إخواننا وأشقائنا وجيراننا في دارفور. وأنا لا تفصل بيني وبين دارفور إلا 70 كيلو. أعرف هذه المنطقة وأعرف هذه الجغرافيا جيدا. توقعنا أن تكون في خطوات إيجابية، لكن للأسف النظام السوداني أو نظام المؤتمر الوطني أو حكومة الإنقاذ طيلة ربع قرن وهي تسوف وضيعت السودان للأسف الشديد. هذا الكلام نقوله لأن الشعب السوداني شعب شقيق وصديق وجار وعزيز على قلوب مصر وعزيز على قلوب الليبيين، والجالية السودانية كبيرة جدا. حتى القرار ولو أنه هو تأخر من الحكومة الليبية لحظر الجالية السودانية دخولهم، حظر الدخول هذه والسورية والفلسطينية. نحن لا نريد هذا الشيء، لكن للأسف الشديد تورط حكومة المؤتمر الوطني في هذا الموضوع، سوف يجعلنا نحن نتعامل بطريقة أستاذ ياسين نتمنى لكم كل التوفيق الله يسلمك الحقيقة، ونتمنى لحراككم أنه يفلح في إنقاذ ليبيا من كبوتها الأليمة للأسف الشديد. سؤال أخير يا أستاذ رمزي، والحقيقة دعنا نكون يعني صرحاء.